ما سبب سقوط وفاق سطيف؟ نادي وفاق سطيف تحول من مصدر المواهب الفذة في رقعة جغرافية مثل إلى فريق وضيع لا يوضع له أي حساب، فحتى جماهيره أصبحت لا تتغنى إلا بالتاريخ الذي وضع نقطة نهاية عام 2017، السنة التي كانت فيها آخر بطولتين دخلت خزائن النادي كالسوبر والبطولة المحترفة. لكن ما سبب هذا الانهيار الكبير؟ بدأ الانهيار بعد موسم ذهبي محلي في تاريخ الوفاق. قررت إدارة وفاق سطيف بشكل صادم إقالة المدرب خير الدين ماضي في 17 ديسمبر من 2017 بعد فضيحة الخسارة مع اتحاد بالعباس. رغم هذا فكان موسم 2018 جيدا للفريق إفريقيا، حيث غادر دوري الأبطال من نصف النهائي، خسر الدوري لكنه حصل على مركز متقدم في الطاولة. من هذه السنة انهار الفريق، شجارات بين اللاعبين ورحيل قادة الفريق، مما أدى إلى تحديات إدارية سلبية، حيث طغت التغييرات الإدارية المتكررة والمشاكل الداخلية، بما في ذلك القضايا القانونية التي طالت بعض المسؤولين، وبهذا عدم استقرار الطاقم الفني أو من الناحية الفنية. كما أشار أفضل مدرب الوفاق في هذه الفترة 2019 إلى 2026 المدرب التونسي نبيل كوكي على ضرورة إعادة بناء شاملة للفريق، بقصد منها أن الإدارة وضعفها القانوني وفضائح المسؤولين كان سبب القاتل في دمار الوفاق. الوضع الحالي 2025-2026 يمر الفريق بمرحلة إعادة هيكلة بعد استحواذ شركة سونالغاز مع تغييرات فنية وإدارية. والآن ما رأيك عزيزي المشاهد؟ كنت معكم عبر صفحة عبدو الرياضية، نترجو متابعتنا.